اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. غادي نشارك معكم في هذا الفيديو الطريقه باش غادي تصوبوا هاد الرغيفات او هاد الفطائر هادو اللي كيجيو بحال بسيطلات صغار غير بالعجينه ديال المسمن. طريقه سهله وزوينه وكتعطي نتيجه اللي خرافيه. وبالنسبه للحشوه تقدروا ديروا اي حشوه كتعجبكم. واللي بغى يشوف هاد الوصفه يعني كامله من العجينه حتى الحشوه، غادي نخلي لكم الفيديو ديالها في صندوق الوصف ترجعوا ليه الا بغيتوا تشوفوا تفاصيل اكثر. وهنا غادي نخليكم مع الفيديو تشوفوا الطريقه. وغادي نسولكم وخليوا لي في التعليقات واش كديروا شي تحضيرات لرمضان وشنو كتوجدوا. الا كنتوا كتوجدوا قولوا لنا شنو كتوجدوا، هكا نتبادلوا الافكار مع بعضياتنا. يلا خليوا لي التعليقات ديالكم راني كنقراهم كاملين. وهنا من بعد ما كملت كاع الكميه اللي عندي غادي نديرهم في الصينيه اللي غتدخل الفران. يستحسن انها تكون مفرشه بالورق ديال الزبده ونقرصهم واحد شويه بيدي. وغادي نجيب بيضه كامله ندير عليها شويه ديال الهريسه وشويه ديال صلصه الصوجه وندهن بها الوجه ديال هاد الفطائر او هاد الرغيفات ونرشهم يا اما بالبوافو اولا بالجنجلان اللي يكون ما محمرش اولا غير ندهنوهم ونطيبوهم حتى كيطيبوا. عاد كنديروا لهم شويه ديال الفرماج من الفوق ونردوهم غير في الفران هكا يذوب داك الفرماج وصافي. كنحتفظوا فيهم في المجمد. انا هنا دايره كميه اللي هي كبيره كنديرها في الفريغو وفاش كنبغي راه كنخرج يعني القياس وكنسخنو عادي في الفران على عافيه اللي كتكون مهيله. الى هنا كنكون وصلت معكم النهايه. شكرا على المتابعه. ما تنسونيش واحد اللايك للفيديو، بارطاجيو الوصفه مع الاهل والاصدقاء. الى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.